هاتي البطاطا اغسليها وقشريها ونضفيها وحطيها في كوبايه من الميه وارفعيها على النار. لما البطاطا تتسلق وتشرب كوبايه الميه ديت بنزلها من على النار وابدا اهرسها بالهراسه بتاعتي او بالهاند بلندر. ابدا بقى احليها بالسكر حسب الرغبه واقلب السكر دوت معاها لما السكر يدوب، هيخلي القوام بتاعها يبقى سائل شويه عشان اتحكم بعد كده في مقدار اللبن. احط سمنه بلدي او قشطه، شويه من جوز الهند، شويه من الزبيب، اي مكسرات موجوده عندك، رشه من الفانيليا، واقلب كل الكلام دوت. كل ما تزودي هتلاقي القوام بتاعك بقى اخف شويه. نبدا نزود بقى اللبن شويه شويه، هتاخد معايا بالظبط نص كوبايه من اللبن. قلبت بقى كده كل اللبن مع البطاطا، اجيب الطاجن بتاعي وانقل فيه البطاطا، وكنت طبعا مسخنه الفرن بتاعي ومجهزاه عشان ادخل البطاطا فيه على طول. بتدخل الفرن بديها طبعا رشه سكر صغيره على الوش عشان تديني الكرمله دهيت، ولما بتطلع بديها رشه من جوز الهند، شويه من صوص الكراميل، اي حاجه تدينا كده شكل حلو للوش. مش حابين، هي كده ظريفه جدا وبتطلع تحفه، بتدفي كويس قوي في الشتاء، وتحليه حلوه وسريعه ومش مكلفه خالص.